أهلا بيكم في حلقة جديدة من قعدة روقان، المكان اللي بنفك فيه خيوط أفكارنا واحدة واحدة ونحاول نفهم نفسنا من غير تجميل ومن غير أقنعة. والنهاردة هنتكلم عن حاجة غريبة جدا، عن الخدع اللي بيعملها عقلنا من غير ما ناخد بالنا. تفتكر قد إيه بنفكر في اليوم؟ حوالي 60,000 فكرة. اتخيل 60,000 فكرة في اليوم الواحد، بس الحقيقة إن أغلبها مش أفكار جديدة، دي أفكار متكررة بتتكرر كل يوم بنفس النغمة وبنفس الطريقة. والأغرب إن جزء كبير منها مش حقيقي، هو مجرد خداع عقلي. العقل بيعمله علشان يحمينا أو يسهل علينا الفهم، أو ببساطة لأنه كسلان. العقل البشري عجيب، هو أذكى حاجة خلقها ربنا، لكن في نفس الوقت من أكتر الحاجات اللي بتغلط، وبيغلط مش عن قصد، لكن لأنه بيحاول يختصر الطريق. خليني أقولك حاجة، العقل مش دايما بيدور على الحقيقة، العقل بيدور على الراحة. يعني مش بيدور على إيه الصح، لكن على إيه اللي يخليني أحس بالأمان. وده اللي بيفتح الباب لكل الخدع اللي بيعملها فينا من غير ما نحس. الخدعة الأولى التحيز للتأكيد. يعني إيه؟ يعني لما تصدق حاجة العقل بيبدأ يدور بس على الحاجات اللي تأكدها، ويرفض يسمع أي حاجة تانية عكسها. لو مقتنع إنك مش ناجح، العقل هيفضل يلاحظ كل مرة فشلت فيها، ويطنش تماما المرات اللي نجحت فيها. ولو حد قالك كلام إيجابي هتقول في سرك هو بيجاملني، كأن العقل بيحافظ على الفكرة القديمة حتى لو بتأذيه. الخدعة التانية التعميم. العقل ساعات بيحب يختصر فيقولك كل الناس كده، مفيش فايدة، أنا دايما بفشل. الجمل المطلقة دي بتخليك تصدق إن الواقع كله سلبي، لكن في الحقيقة دي مجرد أمثلة بسيطة قررها عقلك لحد ما بقت قاعدة. العقل بيكره المجهول، فبيفضل يكون صورة عامة حتى لو غلط، بدل ما يفضل عايش في حالة شك. الخدعة الثالثة الانتقائية العاطفية. يعني لما تمر التجربة السيئة العقل يضخمها جدا ويخليها تلون كل حاجة بعدها بنفس اللون. زي مثلا لو حد خذلك تبدأ تشوف كل الناس بشكل مريب وتقول الكل زي بعض. بس في الحقيقة اللي بيحصل إن العقل بيحاول يحميك من الألم مرة تانية، بس النتيجة إنه بيحبسك في خوف دائم. الخدعة الرابعة الوهم بالتحكم. العقل بيكره فكرة إن في حاجات خارج سيطرتك، علشان كده بيخدعك إنك قادر تتحكم في كل حاجة، فتبدأ تلوم نفسك لما حاجة تمشي غلط وتقول أكيد أنا السبب. بس في الحقيقة مش كل حاجة نقدر نتحكم فيها، في حاجات ببساطة مش بتاعتنا، وإدراك النقطة دي مش ضعف، دي بداية راحة. في خدعة كمان خطيرة جدا، الارتباط بالأفكار. العقل بيحب يصدق إنك أفكارك، بس الحقيقة إنك أكبر من كده، إن أنت اللي بتفكر مش الفكرة نفسها، أنت اللي بتشوفها مش اللي جواها. يعني لو جاتلك فكرة بتقول أنا فاشل، دي مجرد فكرة مش حقيقة، لكن لما تصدقها وتتعامل معاها كأنها واقع، العقل بيبدأ يبني عليها مشاعر، والمشاعر تبني سلوك، وسلوك يأكد الفكرة، وتدخل في دايرة مقفولة. العقل شاطر جدا في إنه يقنعك إنك بتفكر بوضوح، لكن الحقيقة إننا دايما شايفين العالم من خلال فلتر التجارب والمخاوف. كلنا عندنا نظارة معينة بنشوف بيها الواقع، وكل ما التجارب تكتر النظارة دي تبقى مشوشة أكتر. واللي بيساعدك تفهم نفسك فعلا هو إنك تبدأ تسأل عقلك كل شوية، هل اللي أنا شايفه حقيقي ولا مجرد تأويل أنا اخترعته علشان أرتاح؟ المشكلة مش إن العقل بيخدعنا، المشكلة إننا بنصدقه دايما، بنعتبر كل فكرة حقيقة مطلقة وكل إحساس دليل قاطع. لكن لو وقفنا لحظة وسألنا طب لو دي مجرد خدعة، هنبدأ نتحرر شوية من سجن التفكير التلقائي. عايزة أقول لكم حاجة يمكن تفتح لكم باب جديد.
العقل زي البحر، ساعات هادي وساعات مضطرب، لكن انت مش الموج، انت الغطاس اللي شايف الموج من جوه. لو فضلت فوق الموج هتتعب من التقلبات، لكن لو نزلت شوية هتلاقي هدوء. الهدوء ده اسمه الوعي، اللحظة اللي تلاحظ فيها أفكارك من بعيد بدل ما تمشي وراها، هي اللحظة اللي فعلا تبدأ فيها تعيش بسلام. في نهاية قعدتنا النهاردة عايزة أقول جملة تمشي معاكم الأيام الجاية: العقل مش دايما صديقك، بس دايما محتاج منك وعيك. كل مرة تحس إنك تايه أو محبط أو متلخبط، وقف واسأل نفسك: هل دي الحقيقة ولا مجرد خدعة من عقلك؟ ودي كانت حلقة جديدة من قعدة روقان. ما تنساش تشارك الحلقة مع حد يمكن عقله كمان بيخدعه الأيام دي، وما تنساش كمان تدي لنفسك لحظة روقان قبل ما تصدق كل فكرة بتمر في بالك. سلام.